اقتصادي، هنجيب بانيه وكل حاجة، بس هنكتر كميته شوية عشان ايه، ما نحسش ان الكمية قليلة ومحتاجين كمية اكبر. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الكبة بتاعتك الحلوة، تحطي فيها البانيه الموجود عندك، هتحطي عليها بصلاية، هتحطي عليها بضاية، هتحطي التوابل بقى اللي انتي حباها، ملح، الفلفل الاسمر، بصل بودر، توم بودر، كاري، بابريكا، كل الحاجات الحلوة دي. وكمان هتحطي عليها فيجيتار، الفيجيتار بقى اللي احنا بنتبل بيه البانيه بره هنحطه هنا في الكبة. تمام. هتحطي كمية فيجيتار كده حلوة، زي ما انتوا شايفين ضربته في الكبة كويس جدا وبعدين شكلته. زي ما انتوا شايفين الكمية اللي قدامكم دي تقريبا من ربع كيلو بانيه او اكتر شويه، يعني عملت كميه معايا حلوه لاني حطيت بصلايه وبضايه وفيجيتار. تمام كده. الفيجيتار ده ممكن تجيبيه، مش هتجيبي اكياس بقى، احنا بنقتصد دلوقتي مش هنجيب اكياس، لا احنا هنجيب الفيجيتار السايب من عند العطار او اللي هو البقسماط وتتبليه في البيت براحتك انتي. يا تجيبي فيجيتار متبل عادي، يا تجيبي بقسماط وانت تتبليه في البيت.